ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه بقطعة القماش دي. اول حاجة دي مقاسها كان 25، قسمتها كده 4 اجزاء عشان زي ما اتعودنا بقى ان احنا خلاص بنحدد نقطة البداية من الخطوة دي. وبعد كده بدأت الف خيط الخيش بطريقة الكوستر العادي خالص. ببدأ احط شمع وبعد كده الف الخيط وما شدش ايدي وانا بعمل، علشان بيبقى في الاخر الكوستر لو مشدود بيبقى مقوس كده مش مرخي معايا. هبدأ اكرر الخطوة بنفس الطريقة. زي ما انتوا شايفين كده الفكرة سهلة وخالص وبسيطة واي حد هيقدر يعملها وتنفع جدا، فكرة مشروع مربح. فتابعوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا النتيجة هتعجبكم جدا بإذن الله. كده خلاص، بعد كده مش هقص طرف الخيط اللي انا خلصت منه اللي هو خيط القيش، وهبدأ ده خيط تاني اسمه خيط مكرمية محلول. والكرتونة دي العرض بتاعها 10 سنتي. هبدأ ألف عليه خيط المكرمية زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ أقص كده. ودي الخطوة اللي أنا هعمل بيها الشراشيب اللي هتشوفوها دلوقتي. خطوة اللي هي البدائية خالص في المكرمية، الغرزة البدائية اهي. بنتني الخيط كده زي ما انتوا شايفين، وبنبدأ نرصهم كده جنب بعض. بنتني الخيط ونرجع نعديها من تحت، نعدي الفتلتين بتوعه من تحت العقدة، وبيطلع معانا بالشكل ده. هنثبت بقى بمسدس الشمع ونكمل نفس الخطوة لحد ما نخلص الإطار بتاع الدايرة بالكامل. بالشكل ده. ممكن نعمل طبعا خطوة الشراشيب دي بأي نوع خيط مكرمية عادي، بس الفكرة في المحلول ده ان احنا لما هنيجي دلوقتي زي ما هتشوفوا معايا هنبدأ نسرحه ونبدأ نظبط الشراشيب. بتكون بالخيط المكرمية المحلول ده أسهل بكتير من الخيط المكرمية العادي. هكمل بنفس الطريقة، وكل جزء كده هعمله وارصه او مثبتاه بمسدس الشمع عشان يسهل عليا الشغل لحد ما خلصت كده الاطار بتاع الدايرة بالكامل. الفكرة سهلة خالص وبسيطة، وحرفيا هي مشروع مربح جدا. شغل الخيوط والخيش ده بيتباع بأسعار يعني كبيرة وقوية، فأنا اتفاجئت بيه بصراحة. كده تمام خلاص. هتني آخر جزء ده تحت أول جزء من الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ أتنيه لجوه بعد ما قصيته وثبته برضو كويس جدا بمسدس الشمع. الخطوة اللي بعد كده بالنسبة لي ان انا اقص قماش الجوخ الزيادة ده. بالشكل ده كده داير ما يدور هبدأ اقصه واسويه واظبطه بحيث ان الفينش بتاعي يكون تمام. بعد كده هبدأ اسرح بقى الشراشيب اللي انا عملتها دي من ناحيتين. يعني انا هسرح ناحية وارجع اقلب على الناحية التانية بحيث ان هي تتسرح معايا كويس جدا. بعد كده ده غيرة هزود عليه شوية مية وهبدأ احطها على الشراشيب بتاعه الكوستر بتاعي كده قبل ما اقص طبعا علشان يبقى ثابت معايا وتبقى خطوة القص اسهل بكتير.
زي ما انتوا شايفين كده هحط كمية مية بغيرة كويسة جدا، بحيث ان انا خطوة القص تبقى بالنسبة لي سهلة، ويبقى ثابت معايا الشراشيب، والشكل يبقى بصراحة احلى يعني. هغري من الناحية دي وهرجع اقلبها واعمل من الناحية التانية برضو زي في خطوة التسريح بالظبط، بس دي بغيرة ونضاف عليها مية وبفرشة من بتاعة الالوان زي ما انتوا شايفين كده. ده بقى شكلها النهائي. طبعا سويت الاطراف. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.